الدكاترة اللي بتكتب الميكستارد او الانسولين المخلوط للنوع الاول للسكر، والله يا جدعان ما ينفع كده. يعني احنا قلنا قبل كده النوع الاول للسكر ما بيتاخدش فيه انسولين مخلوط تماما. يعني لما يبقى جاي لنا حالة في العيادة 37 سنة وعندها سكر وهي من هي 11 سنة، ومريض السكر نوع اول، في خلال الفترة دي كلها يعني داخلة في شوف كام سنة، اكتر من 20 سنة، بتاخد ايه؟ بتاخد ميكس طارد، بتاخد انسولين مخلوط. جايب ايه بقى؟ جايب ايه؟ اول حاجة واللي اصلا يعني حرام للدكاترة الفترة اللي فاتت دي كلها، ما يعني ما عاطيالها مخلوط ما فيش اي نتيجة. يعني جايه لنا الشبكية بايظة، يعني جايه خلاص ما بتشوفش، خلاص فقدت البصر بتاعها، جايه التراكم بتاعها 16، جايه الراندم ما بيقلش عن 500. ده هما بيقولوا لي اصلا ان 500 ديت اقل حاجه وصلنا لها. طول الفتره دي كلها محدش فكر ان ده غلط، ان ما ينفعش اصلا استخدم الانسولين المخلوط في السكر نوع اول. والعيانه دي ذنبها في رقبه مين؟ تمام. فنصيحه للدكاتره الباطنه اخواتنا، ما تكتبوش انسولين مخلوط للسكر نوع اول. السكر نوع اول لا بيتكتب فيه انسولين مخلوط ولا بيتكتب فيه برشام ولا اي نوع قراص. تمام. هو الانواع اللي بتتكتب فيه طويل المفعول وقصير متوسط المفعول بس. خلي بالنا من الحته ديت وما نكررش الغلطات دي. وانت عندك مريض السكر، ليه ما بتقولوش كل سنه على الاقل يروح يعمل فحص شبكيه؟ ليه كل سنه ما تقولوش روح لدكتور كلى لو انت مش هتتابع معاه ويشوف القلب بمقياس ريش ويشوف وظائف الكلى، يشوف دنيته عامله ازاي؟ ليه ما نشوفش الليبيد بروفايل بتاعته ونديله ادويه زي ستاتينز مثلا تظبط الكوليسترول والدهون العاليه عنده عشان ما يجيش جلطات؟ ليه ما يروحش عند دكتور جراحه يبص على رجليه ويشوف جسمه في جروح في خراريج في اي حاجه؟ الحاجات دي مهمه جدا جدا يا جماعه. مريض السكر مش دواء بيتكتب في روشته وتسيبه وخلاص.